فيلمنا بيبدأ يوم التلات 19 ديسمبر 2006 مع يوسف وعالية فيلم في السينما، وهناك بيكون في شلة ولاد بيرخموا عليهم بالكلام وبيعملوا زيطة لحد ما الأمن بيطردهم بره السينما. وبعدها بنلاقي يوسف محتفظ بتذكرة السينما بتاع اليوم ده، يخرج يتمشى مع عالية وبتكون عايزة تروح، بس يوسف بيقنعها اتأخر شوية كمان لأن كلها أقل من 10 أيام وعالية هتسيب البلد وتمشي ومش هيتقابلوا تاني، لحد ما بتقرر ترن على أختها وتقول لها تقول لأمها إنها هتأخر بره عشان بتجيب كشكولها من آية صاحبتها. وبعدها بيروحوا يسألوا على أسعار تليفونات عشان لما عالية تسافر يقشر. وبنعرف إن يوسف في طب أسنان ورايح مؤتمر خاص بدراسته، وبيقابل في طريقه زميلة ليه اسمها هند، وبيكون واضح إنها معجبة بيوسف وبتحاول تفتح معاه كلام. بس المهم إن الدكتور اللي كان جاي المؤتمر بيغيب وميعاد الدكتور اللي بعده بيكون بعد ساعتين، وبيقرر يوسف يروح أقرب مكان يفطر فيه، وهناك بتحصل الصدفة والويتر اللي بتاخد من يوسف الأوردر بيحس إنه يا عالية في طب أسنان ومستوى أعلى منها، وده بيبان على ملامح عالية. بس يوسف بيكون مبسوط إنه شافها تاني، ولما بيجوله الأوردر بيقرروا إنهم يتقابلوا بعد شغل عالية، وفعلا بيتقابلوا بالليل وبتعرفوا إنهم نقلوا بسبب إن أبوها كان بيخون أمها مع زباين المحل وكان بيعاكسهم ويصاحبهم بعدها، وخلاص بقى أمها بتكون زهقت منه وبتتطلق منه. بس بيغيروا الحوار ده وبيعرفها يوسف إنه حاول يوصل لها كتير لدرجة إنه طلع منها ويديها ورقة فيها أرقام تليفونات ومواعيد يقدروا يتواصلوا فيها مع بعض، بس ما بيلاقيهاش في المدرسة بعد كل اللي عمله ده. ولما بيكملوا كلام بيعرفها إنه جاب أصلا 62% في الثانوية العامة، بس أبوه سفره روسيا يدرس طب هناك، وعالية بتتصدم إنه بيحبه أوي كده لدرجة إنه يسفره بره ويبيع كل حاجة تقريبا عشانه. بس يوسف بيعرفها إن أبوه هو أصلا اللي كان بيحلم يدخل طب مش هو، ولما أبوه فشل في حلمه قرر إنه يخلي ولاده يحققوا هما الحلم ده، وعشان كده سفروا روسيا ودخل أخته صيدلة. بس يوسف بيزهق إنه بيتكلم عن نفسه بس، بيسألها دخلتي إيه وبتعرفه إنها دخلت كلية تجارة، بس بتزعل لأنها بتفتكر إنه سألها السؤال ده بسبب إنه شافها شغالة في مطعم وافتكرها ما كملتش تعليم. بيبان عليه التوتر والحزن أكتر، وبعدها بيسيبوا المكان وبيتمشوا، ويوسف بيعرفها إنه ساب البيت، إنه حاليا قاعد في أوضة في شقة مع 4 تاني، وبتكون شقة مش قد المقام خالص. وبتسأله عن سبب طفشانه من البيت وبيقول لها إن التكليف وداه دهب، ولما راح هناك اكتشف إنه كان بيكره حياته وإن طريق طب أصلا من البداية ما كانش حلمه ولا هو اللي اختار يمشي في الطريق ده. وكمان شبه نفسه بإنه كان مسجون وعامل زي الحمار اللي متغمي ومربوط بعربية كره، ومن هنا قرر ما يكملش في الطريق ده وبعد عن الطب وقرر يبحث عن شغف جديد، لدرجة إنه حتى اشتغل في قهاوي وسناتر وكافيهات. وأبوه بسبب زعله وغضبه منه اتبلى عليه وبلغ عنه وخلاه مش عارف يشتغل في مكان، وكل ما يروح مكان يطرد منه. وعالية التانية ما بيكونش عاجبها الكلام ده، تعرفوا إن شغلانة المطاعم والكافيهات مليانة مرمطة وخوازيق وإنها جربت الشغل ده قبله، تعرفوا إنه صعبان عليها منظره ده لأن شهادته كويسة وأحسن من شغله ده بمراحل، وإنه بيعمل كده عند في أبوه بس، وبيتخانق معاها وبيكون خلاص ماشي وهيسيبها بسبب كلامها. بس وبيعرف عالية إنه كان عندهم وهو صغير قبل كده وشاف أمها وهي بتعيط جامد جنب التلاجة بس من غير صوت عشان ما حدش يعرف إنها بتعيط. بس الغريب إنه ما افتكرش الموقف ده غير لما شافها دلوقتي في العناية. ولما بيخلص كلامه بيقرروا يروحوا ياكلوا، وبتعرفوا إنها سابت محمد ابن خالها، وبيستغرب إنها سابته برغم من إنه بيحبها. بس بيعدي الموقف وبيجي لها مكالمة من أبوها وبيكون واضح إنها متضايقة منه، وبتعرف يوسف إنه رن بس لمجرد السؤال مش أكتر، وإنها حتى لو طلبت منه حاجة مش هيعملها وهيطنش. وبنرجع تاني للمستشفى بوقتهم جدا، كل واحد بيتأسف للتاني على اللي حصل آخر مرة، وكالعادة عالية بتقول جملة بتكون عنوان الفصل ده وهي أصل كل واحد فينا بيشوف الدنيا بعينيه هو. لما فجأة بنشوفها بعينين بعض بنتخض، وبتقرر تسمعه أغنية اسمها الليل طويل وبتعجبه. بس الأغنية بتفصل على مكالمة من أختها بتعرفها إن مرات خالها جاية، وبيقرر يوسف يمشي ويسيبها مع أهلها براحتها. تخلص اليوم التالت على كده، وفجأة بنلاقي يوسف راكب سكوتر ورايح شغله بس كالعادة ما بيقدرش يتكلم، بس بيبان على عالية الحزن وبتغير الكلام وبتسأله عن رأي أبوه في شغله الجديد، وبيعرفها إنهم بيتكلموا عادي بس كل حاجة بينهم اتغيرت ومطفي عكس زمان، وإن حتى صوته بقى واطي ومش عالي ومتعصب زي الأول، وده لأنها هي اللي كانت مدياه ثقته في نفسه لأنها كانت دايما شايفاه صح وبتأيده في أي موقف. بس لما ماتت حس إنه بقى ضعيف، والسبب في كسر إيدها مش وقوعها من على السلم زي ما قالت في الأول. وبيروحوا مطعم جديد وكالعادة بتشتغل أغنية وعملت إيه فينا السنين، واللي بتكون معبرة جدا وبتوصف تغير حال عالية الحزن الشديد فجأة كده، وبتحكي له عن أول مرة ضربها فيها وإنها سابت له البيت واعتبرت نفسها مطلقة، بس فضل يتأسف لها كتير وفضل يعيط عليها أسبوعين وجاب لها هدايا كتير ويدخل ناس تصلح بينهم، وكل ده عشان يعوض اللي عمله فيها. وهي سامحته ورجعت، ومع كل مرة
مرة كان بيضربها فيها كان بيحاول يعتذر لها أكتر ويجيب لها هدايا أكتر وأغلى لحد ما ترجع له، بس مع الوقت عالية خدت على الوضع ده وإنها كل مرة بترجع له عادي وبتعرفه إنها مش مستحملاه عشان الفلوس وإنه فعلا بيحبها وما يقدرش يعيش حياته من غيرها. بس يوسف بيقول لها ده مش حب وإنها بتقول كده عشان تبرر اللي بيعمله ده وبتصبر نفسها مش أكتر، وبتعترض على كلامه بتعرفه إنه على الأقل متمسك بيها عكس أبوها اللي اتخلى عن أمها وقل منها بالرغم من إنها كانت بتحبه وإنها المفروض تسيبه، وهي فعلا بتكون عارفة كده وما بنكونش عارفين هتقرر تعمل إيه معاه. ولما بيسيبوا المكان ويمشوا بيكونوا واقف عند عربيتها 3 شباب وبيرخموا عليهم ويوسف بيتخانق معاهم، بس بسبب عددهم طبيعي بيتضرب منهم وبينتهي اليوم الرابع على كده. وبالمناسبة الفصل ده بيكون بعنوان السنين بتغيرنا إحنا لكن ما بتغيرش نظرتنا لبعض. وبيبدأ الفصل الخامس يوم السبت بس بتاريخ 8 فبراير 2022. بنكون في عزا والد يوسف وبيجيله ابن أخته وبيعرفوا إن في حد جاي يسلم عليه وبتطلع عالية وبيقرروا يتقابلوا بعد العزا في كافيه جنب محل الموبايلات القديم لو فاكروا لما حاولوا يشتروا موبايلات يتواصلوا بيها مع بعض. المهم يعني بعد ما بيتقابلوا بنعرف إن والد يوسف كان تعبان وإن يوسف فعلا كان زعلان عليه وبيحاول يساعده على قد ما يقدر بالرغم من معاملته الوحشة ليه، بس بيكون متلخبط ومش عارف هو كده عمل اللي عليه ولا كان المفروض يعمل أكتر من كده. وبنكتشف من كلامهم إن يوسف كان بيحبه قوي ومتأثر بغيابه على عكس عليا اللي حتى ما عيطتش على أبوها لما مات وبتحاول تعيط وتزعل عليه بس ما بتقدرش لأنه كان وحش جدا معاهم وبتكتفي إنها تدعي له بس. وبيخلصوا كلام عن أهلهم وبيطلعوا يتمشوا وبنعرف إن يوسف مبلكها من كل مكان لأنه حس إنه عاجز ومش قادر يساعدها وهي مع واحد تاني بيهينها وبيأذيها بأبشع الطرق، فقرر إنه يبعد عنها ويهرب بسبب إن وجوده ما بقاش مهم. وبتعرفوا إن وجوده مهم بس هو بيعترض لأنهم أصلا بيتقابلوا كل سنة مرة أو ممكن حتى ما يتقابلوش. وعالية بتفكروا بأيامه معاها زمان وقد إيه علاقتهم كانت قوية، بتفكروا بمشاورهم مع بعض وبالشجرة اللي كانت موجودة على الناصية بتاع شارعهم وأم حاتم بتاع الجرايد اللي كانوا دايما بيتقابلوا عندها. بس يوسف بيرد رد منطقي جدا وبيقول لها إن الشجرة اتقطعت وما بقتش موجودة وأم حاتم ماتت وابنها هاجر بره البلد، حتى الجرايد محدش بيقرأها دلوقتي ماضي بس مش أكتر، لدرجة إنهم حتى اتغيروا عن زمان وإن يوسف وعليا بتاع زمان لو شافوهم دلوقتي مش هيعرفوهم. وده بيوضح قد إيه الدنيا اتغيرت وإن كل واحد بقى في دنيته. وعليا بتعارضه وبتعرفه إنها فرحت لما شافته وكانت عايزة تاخده بالحضن بس اتحرجت من نفسها لأنه كان دكتور وهي مجرد ويتر في كافيه زي ما شفنا في الأول، وإنها بسببه حاولت تحسن من وضعها وتنجح. واتعصبت لما شافته تاني مرة وهو حاله متدهور بس مع مرور الأيام استسلمت واتجوزت زياد. ولما حكت ليوسف على اللي بيعمله معاها كانت مستنياه يخليها تتطلق منه وهو ما ساعدهاش في كده. ولما اتطلقت من زياد كان نفسها تروح تكمل باقي حياتها مع يوسف بس هو كان خلاص بعد. وهنا بيبان مشاعرهم لبعض أكتر لما يوسف بياخدها بالحضن في نص الشارع بس بيقطع اللحظة دي رنة تليفون يوسف وبتكون مراته. وعالية بتتصدم من المعلومة دي وبتمشي وكالعادة بتشتغل أغنية شوف بقينا فين يا قلبي لعبد الحليم حافظ وبتكون بتوصف بعدهم عن بعض وكل واحد بيكون راجع لبيته لوحده وهو الحزن مسيطر عليهم. وبينتهي اليوم الخامس واللي بيكون ده عنوان مش مجرد معرفة، وبيبدأ الفصل السادس والأخير يوم الخميس 19 ديسمبر 2024. نعرف إن يوسف طلق مراته من فترة وعالية بتطلب منه إنهم يفضلوا مع بعض ويوسف بيقول لها إنهم المفروض يعيشوا بعيد عن بعض لأن محدش فيهم اعترف للتاني بمشاعره في الوقت المناسب لحد ما كل واحد استقر في حياته بعيد عن التاني. القدر مش موافق، الكون مش سامح، وده بيكون أصلا اسم الفصل ده من الفيلم وهي دي أشهر جملة في الفيلم كله واللي خلته انتشر بالشكل الرهيب ده. لكن المهم دلوقتي إنه بيطلب منها يلغوا موضوع 19/12 ده ويخلوا مقابلاتهم صدفة يمكن يعرفوا يبقوا صحاب كده. نروح للسينما وبالصدفة بنلاقي يوسف وعالية داخلين فيلم الهوى سلطان واللي من اسمه بيكون لايق جدا عليهم وبيوصف حالتهم وكأن هواهم ومشاعرهم هي المسيطرة عليهم وبتحركهم في اتجاه بعض. ويوسف بيشوف عالية هناك وبيقربوا من بعض عشان يتفرجوا على الفيلم سوا وده بيدل على قوة حبهم لبعض وإن الصدف دايما هتفضل في صفهم عشان تقربهم من بعض وإن مهما اتغير الزمن هيفضلوا بنفس شغف الطفولة اللي كان عندهم وحبهم لبعض عمره ما هيتغير مع مرور الوقت. وبكده نكون وصلنا لنهاية دي كانت حكايتنا النهاردة في فيلم في السريع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان أي حاجة جديدة توصلك في أسرع وقت وأشوفك في الفيلم الجاي. سلام.